4 لاعبين لازم يرحلوا عن النادي الاهلي، وهنا مش قصدي خالص انهم وحشين لا سمح الله، بقصد من كلامي ان رحيلهم افضل ليهم وافضل للنادي الاهلي، وكمان علشان يقدروا يكتشفوا نفسهم في نادي تاني. رقم 1 وهو طاهر محمد طاهر، خلاص بقى هو فشل في استعادة اكتشاف نفسه مع النادي رغم انه اخذ فرص كتير جدا واكتر من اي لاعب تاني. اللاعب رقم 2 هو التونسي محمد الضاوي كريستو موهبة ممتازة محدش يقدر يختلف عليها، وكمان عنده 21 سنة، ولكنه حاليا ملهوش دور في النادي الاهلي. كولر اساسا مش بيعتمد عليه ولا ناوي يعتمد عليه، لازم يرحل علشان هو لسه سنه صغير، مش هنوقف حل اللاعب يعني. اللاعب رقم 3 وهو الفرنسي انتوني موديست، جد موديست زي ما الجماهير بتقول. المهاجم الفرنسي ما قدمش شيء يذكر مع النادي الاهلي مع انه اخذ اكتر من فرصة وظهر بحالة بدنية سيئة جدا. اما اللاعب رقم 4 هو خالد عبد الفتاح، هو لاعب جيد ولكن حاليا ملهوش دور في النادي الاهلي، زائد ان في مركزه حاليا في لاعبين اقوى منه فنيا. فهل من وجهة نظرك في لاعبين اخرين تتمنى رحيلهم عن النادي الاهلي؟ ميسي يرد على مبابي بقوة بسبب تصريحه المستفز. وجه الاسطورة ليونيل ميسي نجم الارجنتين كلمات حادة لزميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وده ردا على تصريحاته. الاول هقول لك على تصريحات كيليان. وقال مبابي في تصريحات صحفية سابقة ان كأس اوروبا اليورو اصعب من كأس العالم، والتصريح ده اثار جدل كبير، وكل الناس قالت لك ان مبابي بيرمي الكلام ده على مين؟ على ميسي. رد ميسي على مبابي في تصريحات لشبكة سبين، وقال مبابي تحدث قبل كده برضه عن كوب امريكا قبل كأس العالم. لا اتذكر ما قاله، لكن كل شخص يعطي اهمية للمسابقة التي يلعب فيها، يعني كل واحد بيمدح في البطولة اللي بيلعب فيها. وكمل ميسي وقال بطولة اليورو مهمة لكنها ما فيهاش منتخب الارجنتين اللي فاز بكأس العالم 3 مرات، ولا فيها منتخب البرازيل اللي فاز بكأس العالم 5 مرات، ولا فيها منتخب اوروجواي اللي فاز بكأس العالم مرتين. فهناك العديد من المنتخبات ابطال العالم خارج اليورو اللي حضرتك فرحان لي بيه ده. في كأس العالم افضل المنتخبات تتواجد وكمان افضل اللاعبين، وعلشان كده يرغب الجميع ان يكون بطل العالم مش بطل اليورو. مش هتصدق انشيلوتي يطالب بعودة توني كروس من الاعتزال. والله يا اخي رغم اختلاف الناس على شخصية توني كروس الا انه على المستوى الكروي لا يوجد له شبيه. فكر كده معايا للحظات هتلاقيه مختلف، لاعب انيق وليه ستايل خاص بنفسه كده، تحسه انه بيلعب بالبدله والشوكه والسكين. ومش هنختلف انه من افضل لاعبين خط الوسط في التاريخ، واللي بياكد كلامي ده هو تصريح انشيلوتي. اكد كارلو انشيلوتي المدير الفني الكبير لريال مدريد انه مستني توني كروس يرجع في قراره عن الاعتزال، مؤكدا ان باب الفريق مفتوح له في اي وقت. واعلن توني كروس اعتزاله الكوره نهائيا بعد بطوله اليورو 2024، وطبعا ختم مسيرته مع ريال مدريد زي ما تقول كده ختامه مسك بالتتويج بدوري ابطال اوروبا. لا وايه وهو في قمه مستواه. وقال انشيلوتي في حديثه لاحد الصحف الايطاليه: لقد اخبرت توني كروس بانه لو فكر في التراجع عن قرار الاعتزال ربما في الاشهر القليله المقبله، كل اللي عليه بس انه يتصل بيا وهنبدا مع بعض من جديد. فلو هترتب لاعبين خط الوسط في التاريخ يا ترى هتحط توني كروس رقم كام؟ في الصوره اللي قدامك دي اعظم لاعب في تاريخ اليورو، لاعب غير كل اللاعبين، لاعب يحترمه الجميع ورغم كره البعض ليه الا انهم بيعترفوا انه من الافضل في التاريخ. الاستمراريه دي ابو الكباتن مش طبيعيه وصعب على اي لاعب يجي بعده ويكسرها. رحله كبيره واكيد ما كانتش ممهده، بل كانت صعبه وصعبه جدا، ولكنه كعادته فعل المستحيل. هو اكتر من سجل في تاريخ اليورو، واكتر من لعب في تاريخ اليورو، واكتر من ساهم في تاريخ اليورو، واكتر من فاز بمباريات في اليورو، واكتر من حقق رجل المباراه في اليورو، واكتر من شارك في نسخ مختلفه في اليورو، واكتر من سجل في نسخ مختلفه في اليورو. انه ببساطه الاسطوره كريستيانو رونالدو. فتفتكر ممكن تضحك له كره القدم اخيرا ويحقق اخر يورو في مسيرته الكرويه، ولا هتكون صعبه؟ لفته جميله وانسانيه من كريستيانو رونالدو الاب. شغف رونالدو جنوني رغم انها كانت مباراه وديه ضد ايرلندا، بس تحسه يا اخي انه بيلعب نهائي كاس عالم. لا ورغم انه سجل هدفين احلى من بعض، بس سوء حظ رونالدو منعنا اننا نشوف هدف من فاول عالمي كسر العارضه. من فتره للتانيه بيكشف الاسطوره كريستيانو رونالدو عن الجانب الانساني الكبير في شخصيته، والمره دي جاءت في مباراه منتخب بلاده البرتغال ضد ايرلندا. رونالدو دخل ارضيه الملعب وهو يقوم بجر كرسي متحرك تجلس عليه فتاه صغيره من ذوي الاعاقه، ورفض اي مساعده من المنظمين واصر انه يعمل كده بنفسه. كل ده بيحاول كريستيانو انه يرسم البسمه على وجه هذه الطفله الصغيره عندما جر الكرسي المتحرك بطريقه طريفه. والامر ما انتهاش هنا، بل ظل الاسطوره كريستيانو ماسك بايد الفتاه الصغيره طوال عزف النشيد الوطني قبل انطلاق المباراه. في مشهد اكثر من رائع، تحس يا اخي انه اب ليها ومش عاوز يسيب ايديها خالص. فبالنسبه لك كريستيانو رونالدو الافضل في التاريخ ولا لا؟